شغل السيارات مو بس بيع وشراء، بين كلمة البيع وكلمة الشراء اكو هواية تفاصيل. فخليكم وياي فيديو اليوم، حاخذكم وياي جولة بيومي بشغل السيارات هنا بامريكا، واشوفكم اني شو اسوي بشكل يومي. خليكم وياي. اذا تعجبكم هيك نوعية من الفيديوهات كتبوا لي بالتعليقات على مود انشر لكم اكثر عن تفاصيل يومي، غير انه اني بعت واشتريت. عندي طبعا هاي الفورد الفيستا موديل 2016، هاي مو انجح موديلات فورد، ولكن صراحة تعتبر من السيارات المرغوبة هنا. جبتها كانت كلش وسخة، خل اشوفكم تفاصيل من السيارة وشلون كانت. شوف ابوي ليش شفت هذا الصالون؟ كنت خايف تسالني بعد دقائق اللي جوا هاي زد متنظف كنت بطريق يعني تبقى الدقائق هنا راسي جوا زين فجد متنظف كنت بطريق لذلك قتلته. وهسه الحمد لله والشكر كملناها ونظفناها للسيارة وصارت بشكل جدا ممتاز. حتى يعني الريحة راحت بنسبة 80-90% مال الجقاير، ويعني صارت مثل ما نقول سيارة هسه نظيفة، لأن كانت السيارة كلش وسخة. هسه طبعا ورا ما كملت كل شيء اشتغل عندي بيها تشيك انجن. فشو راح اسوي يعني؟ ححط السكانر مالتي على مود اشوف شنو المشكلة اللي صارت بالسيارة. خلينا نشوف سوا شنو المشكلة. هاي طبعا حطيت السكانر هسه مثل ما تشوفون، وهسه راح نشوف الكود شنو هو العطل مال السيارة. يعني الكود كالتالي، يقول لي enable to bleed fuel tank vacuum، يعني تانك البنزين ما يقدر يسوي تنفيس بشكل يعني بشكل اعتيادي، اكو مشكلة. فنطب هنا على الكود، يقول لك انه هذا الكود منتشر هواي بهاي السيارة. خلينا نشوف العطل مالته شنو هو. القطعة طبعا تطلع لي هنا. اوكي، هاي شغلتها بسيطة. خليني اشوفكم. هذا طبعا محرك السيارة، والقطعة الخربانة هي هاي. هم الظاهر ما ادري يعني شكل القطعة اللي حاطيها ما ادري شلونها. فعلى العموم حجيب لها قطعة اصلية واركبها بهاي السيارة، يعني لان الظاهر هاي القطعة لما محطوطة تجارية حتى متحورة يعني تحوير مثل ما تشوفون، فلازم نجيب لها القطعة الاصلية ونحطها. طبعا هسه مثل ما قلت لكم السيارة صار بيها باقي بيها شوية ريحة، فحنحط لها هذا ونشغل التكييف على الماكسيمم ونخلي الريحة الطيبة تتداور، لأن هذا مو بس يوخر الريحة، هذا يقتل الريحة من مكتوب إليمينيتر. فنحطها هيك هنا بهذا المكان وندوس ونطفي السيارة، نسد السيارة ونخليه هو مثل ما نقول يظل يتداور بداخل السيارة. هاي السيارة طبعا هم اشتريتها من المزاد، كانت كلش وسخة ويراد لها هواي الشغل. حطينا لها بريكات جديدة أمامية وبريكات جديدة خلفية. شوفوا هاي نوعية الفلنجات اللي حطيت لها إياه مزنجر سوداء، لأن هواية مطر عندنا هنا تصير بالولاية مالتنا، فالفلنجات تزنجر، فهاي الفلنجات ضد الزنجار مثل ما نقول. طبعا هاي السيارة على مود ننظفها اضطرينا انه احنا نطلع الكراسي مالتها كلها برا. فمن طلعنا الكراسي للاسف اشتغل عندنا ضوء الايرباج، لان ملصنا الكراسي وملصنا فيشة الكراسي. طبعا اني كشخص يشتغل بالسيارات ما اقدر انه اني ابيع سيارة اذا مشتغل بها ضوء الايرباج، ولكن هذا حله كلش بسيط. ترسيته سريعة من الجهاز ونقدر يعني والمفروض الضوء يروح. خلينا نجرب والله هسه ان شاء الله. طبعا ان شاء الله الجهاز هذا مالتي رستها، بس خليه نشوف ونتاكد. طلعت لي هنا طبعا الاكواد، خلينا نرست اكواد شو اسمه اكواد الايرباج. هي طبعا من اشتريتها من المزاد كان ما بيها ولا كود ايرباج، بس صارت المشكله من انفتحت الكراسي. اوكي خلينا نرست هذا همينه من هنا. وده يقول لي همين انه عندك التاير نازل هذا، فما راح ارسته مال التاير، حنفخ التاير وخلص. خلينا نشوف والله هسه الضوء راح لو لا. مثل ما تشوفون الحمد لله والشكر الضوء مال ايرباج راح، لان صارت مشكله كهربائيه بس بسبب انه الكوشن انشلع، ولكن هسه الحمد لله والشكر ما بيها اي مشكله. السياره طبعا ما بيها بنزين، فدا احط لها بنزين شويه على مود من يجي الشخص يقدر يطلع بيها ويجربها بدون ما تكون السياره فارغه من البنزين. جبت لها معطر همينه، وهسه حنفخ التايرات حتى تكون السياره جاهزه انه الشراي يجي يشوفها ويجربها. جينا طبعا يم ماكينه الهواء، هي مجانيه حاطيها للناس يستخدموها.
صح كاتبين عليها دولار، بس هي هاي بنزين، البنزين خانة هي مسويتها مجانية. قياس النفخ 32، فلازم نعبي هواء على درجة 32. صارت السيارة تمام هسه، حطينا المعطر، نفخنا التايرات، حطينا بنزين، يعني اللي يجي يريد يجرب السيارة حتكون امور السيارة كلها تمام باذن الله تعالى، وان شاء الله تنباع. هسه طبعا حنطلع نروح عندي المرسيدس، اذا تتذكرون اشتريتها قبل يمكن فيديوين 3، كملتها. خلي اشوفكم شلون صارت، خلي اشوفكم السياره طبعا واللي سويته بها. اذا تتذكرون كان الصبغ مالتها كله خربان، صبغنا البنيد وصبغنا البيبان، ورجعت السياره الحمد لله والشكر بشكل مناسب. وهمينه صلحت الكراسي، مثل ما تشوفون الكراسي مالتها كانت كلها مشققه، فصلحتها وضبطتها، وهسه جبناها على مود تنغسل وتتنظف ونقدر نجهزها ونعرضها للبيع.